بتتكلم بجد؟ مرتين والله؟ 3؟ القصة اللي هحكيها لك النهارده ده كان رد فعلي بالظبط لمجرد ما سمعتها، وما كنتش مصدق لحد ما شفت الفيديوهات، لأن الواقع مش من بعيد، ده الواقع خلال اليومين اللي فاتوا دول. الشخص اللي حضرتك بتشوفه قدامك على الشاشة ده اسمه عامر المهدي، ليه بالجنسية. السلام عليكم، أنا الحاج عامر المهدي منصور، حجاج عن منطقة جنوبية. الحاج عامر قرر انه يسافر للسعودية لأداء مناسك الحج. المهم وصل قبل ميعاد طيارته اللي المفترض كانت تغادر المطار الساعة 12 بالليل. قلنا موعد الطائرة الساعة 12، توكلت لمطار زي الحجاج، قال النية ماشي بيت الله إن شاء الله. الحاج عامر بيكمل وبيقول انه المفروض كان في اخر فوق او اخر مجموعة هتسافر من ليبيا للسعودية في نفس اليوم ده. وجيت المطار ولا الوفود الحجاج تجي المطار ويستقبلوا فيهم استقبال تبارك الله، اللهم صل على النبي. خلاص جيت في الاخير في المطار محسوب اخر مجموعه، الى انه وسط فرحته بالحجاج وفرحته بالناس اللي رايحه تحج معاه وفرحته كمان باستقبال الناس في المطار للحجاج، جاله مدير امن المطار وقال له انت عندك مشكله امنيه في الجواز ومش هتقدر تسافر غير لما تتحل، بس ان شاء الله تتحل. وجيت خلال الزواج قال لي عندك مشكله امنيه في الزواج لكن بسيطه تنحلها. المهم الاجراءات دي طولت لحد ما الطيار جت ميعاد الاقلاع بتاع الطياره، وقرر انه يقفل ابواب الطياره علشان الطياره تطير من غير عامر. الحجاج الاخرين كملوا المجريات وركبوا في الطائره، الكابتن قال بنطلع ما بنستنى خلاص، سكر باب الطائره وطلع. فالمهم راح له مدير امن المطار وقال له يا عم عامر مش مقسومه لك السنه دي. فيرد عامر بكل ثقه في ربه وهو واثق ان ربنا مش هيكسف ايد اتمدت له ابدا، ويرد وكانه عارف اللي هيحصل ويقول له ان شاء الله الطياره دي مش هتطير من غير ما اكون فيها. جاني بتاع المدير امن المطار قال لي لو ان شاء الله غالب ان شاء الله ما يقسمت لي، قلت ان شاء الله الطائره ما تطير في وجهي، في ماشي بيت الله ناوي. وكأن روحه اتردد فيه لما سمع الخبر اللي هقوله لك ده، ان الطياره الموتور بتاعها دخن وحصل فيه مشكله ومش هينفع تطير قبل ما يحصل الصيانه. فالطياره بعد ما طلعت هبطت تاني في المطار، فطلبوا من الكابتن انه يفتح باب الطياره فرفض وقال انه ما ينفعش والطياره هتطير كده. خلاص ردوا قال الطائره عطل، كلموا الكابتن افتح السلوم بتاع الطائره خلي السلوم يجي يرفع الحاج اللي قاعد، قال ماني فاتح الطائره محركها والع. علشان يرجع مدير امن المطار مره تانية لعمك عامر ويقول له معلش يا حاج برضه مش مقسومه لك السنه دي. فيرد عامر بكل ثقه في ربه للمره التانية وقال له فيما معناه ان الحجه دي بتنادي عليه ومش هروح من المطار. وجاي نفسه مدير الامن قال لي ما تكدر بالك ربك ما يقسمت لك، قلت له والله منادي ماني مروح. القصه دي من كتر ما هي بالنسبه لي تتكتب فيلم، يعني ما صدقهاش لو حد حكاها لي وهقول انه ممكن يكون بيكذب عليا، ولولا ان في فيديوهات للراجل ده في المطار وفيديوهات لما وصل السعوديه من المطار والله ما كنت صدقت. فالمهم بعد العناء وكسره الفرحه مره واثنين وثلاثه وثقه عبد في ربه واثق ان ربنا مش هيكسف ايد اتمدت له طالبه انها تروح له، فبعد ما تقلع الطياره ترجع تاني تنزل في المطار لان في مشكله لا زالت قائمه في الطائره، والطيار يناديهم في برج المراقبة ويقول لهم والله الطيارة ما هتطلع من غير عامر. طارت مرتين وردت من جديد، كابتن قال لهم والله ماني راكب كما جبتوا لي عامر، تو احنا في بيت الله الحمد لله يا رب. بعد الحكاية دي كلها سألت نفسي شوية أسئلة، هو الحاج عامر عمل إيه لربنا أو عمل إيه في حياته يخلي ربنا يوقف له كل حاجة لاجل ان عامر يقرب له ويروح له بيت الله الحرام؟ وازاي عامر كان على كل الثقه دي في ان ربنا مش هيكسف ايده ابدا ويصر ويقول والله ان شاء الله الطياره دي مش هتتحرك غير لما اكون فيها، ويقرر ويقول ان الحجه دي بتنادي عليه؟ فكرت كتير في مسمى مختصر لكل اللي انت شفته وسمعته ده، فما لقيتش غير من احب لقاء الله احب الله لقاءه. ادعوا لعم عامر ربنا يتقبل حجته ويرزقنا زيه محبة ربنا وزيارة بيته، أنا وكل من قال آمين. قولوا آمين. بس كده.